إزاي تكسب ثقة العميل من أول لقاء؟ الخطوة الأولى، خليك مهتم بجد مش مندفع إنك تبيع. قول لعميلك احكي لي أكتر عن التحديات اللي أنت بتواجهها. اسمع كويس وخليك مهتم فعلا مش مستني دورك في الكلام. الخطوة التانية، ادي العميل إحساس إن أنت فاهم مشكلته أكتر منه. قرر الكلام اللي بيقوله ولكن بثقتك وضيف عليه تفصيلة وهو بالشات. مثلا قول له أنا فهمت إن أنت عندك مشكلة في التسويق وده واضح لأن أنت بتستهدف فئة مش مهتمية باللي أنت بتقدمه. الخطوة التالتة، بلاش تبالغ في الكلام عن نفسك. ما تقولش للعميل أنا رقم واحد في المجال، لكن قول للعميل أنا اشتغلت مع حالات قريبة من حالتك وقدرت أوصلهم لكذا. خليك واقعي وطبيعي وهادي. والثقة مش دايما في القوة، الثقة أصلا في البساطة. الخطوة الرابعة، اديله نتيجة ولو صغيرة قبل ما يدفع لك. قدم له نصيحة تساعده تحل ولو جزء من مشكلته. هيبدأ يفكر إذا كان هو قدم لي ده بشكل مجاني، طب لما أدفع هيساعدني إزاي. الخطوة الخامسة، اقفل اللقاء بسؤال ذكي. ما تقولوش هنبدأ الشغل امتى، وقول له لما نبدأ شغل. ايه اكتر حاجة متحمس ان احنا نحققها مع بعض. ده بيوصل للعميل ان انت مركز عليه مش مركز على البيعة.